الناس اللي بتتكسف او بتتحرج، ده حقيقي. يعني دي كلمه بتتقال كتير جدا. ممكن المشكله ترجع له بسهوله جدا جدا. لسه بنكمل كلامنا مع دكتور سامي، وهندخل دلوقتي على جزء مهم جدا. ناس كتير جدا يا دكتور ما تعرفش ان في علاقة ما بين الحالة النفسية وما بين الإصابة بأمراض الشرج والمستقيم، وما يدركوش قوي انه ده ممكن يسبب لهم انه انا متوتر ومتضايق مضغوط عادي هيعدي، بس ما يبقاش عندهم إدراك ان ده ممكن يؤدي لمشاكل أكبر بكتير. قولي بقى العلاقة. في علاقة مباشرة بين الحالة النفسية والأمراض الشرج. العلاقة دي في النص ما بينهم حاجة اسمها القولون العصبي. تمام. الاسترس والضغط النفسي بيأثر على القولون، فبالتالي بيأثر على عملية الإخراج. وزي ما قلنا ان احنا عملية الإخراج طول ما هي مش منتظمة مش طبيعية هيحصل لنا مشاكل في الشرج. فالحالة النفسية مهمة جدا جدا وبتأثر بصورة مباشرة على أمراض الشرج. يعني دي مش مبالغة، يعني أنا ممكن حد بيسمعنا دلوقتي يصاب بأمراض من أمراض الشرج المستقيم لمجرد إن هو مضغوط ومتوتر. اكيد طبعا. يعني الضغط النفسي والاسترس ممكن يأثر على القولون. الاكتئاب، الناس اللي بتعاني اكتئاب ممكن ما يفضل قاعد في البيت فما يتحركش، نومه ما يكونش منتظم، فبالتالي برضه عملية الإخراج عنده ما تكونش منتظمة. الناس اللي دايما متوترة ومضغوطة، الناس اللي بتخاف وبتتكسف، يعني في ناس بقى عندها يعني نفسيا كده بيتكسف او محرج، اللي هو مثلا بيتكسف يتكلم قدام حد او في ميتنج او كده. ده طبعا بيأثر معاه في موضوع اللي هو الكشف، ان هو بيأخر الكشف، ان هو محرج. تمام. ثانية واحدة، ده بيتكسف يتكلم اصلا وبيتوتر، فهيعمل ايه لما يجي يكشف؟ ما انا بقول لك يعني، فهي المشكله ان العامل النفسي طبعا مهم جدا جدا، والعامل النفسي والمشاكل والامراض النفسيه بتاثر طبعا معانا في امراض الشرج. بيبقى بدايتها من القولون، يعني انا القولون العصبي بيؤدي للباقي الشرخ والنسور والحاجات دي. ده الغالب اللي هو الاسترس او الضغط النفسي بيأثر معانا، بيعمل حاجه اسمها قولون عصبي. القولون العصبي ده حتى لما تسالي دكاتره الجهاز الهضمي اللي هم متخصصين اكتر مننا في الجزء دوت، يقول لك ان القولون العصبي علاجه لايف ستايل موديفيكيشن. انا ابعد عن الاسترس، ابعد عن الضغط النفسي، ابعد عن الاكلات اللي بتسبب تهيج في القولون. فالقولون عصبي هيبقى فيه مشكله في الاخراج، سواء كان امساك او اسهال. مشكله في الاخراج استمرت فترات طويله ممكن تسبب شرخ، مشاكل في الشرج، سواء شرخ شرجي، نسور شرجي، بواسير. في كمان نقطه مهمه جدا، الناس اللي بتتكسف تدخل الحمام بره البيت. هي يعني مش بتتكسف، ما هي بتخاف بقى. طب ما هو احنا امراض تانية دي، احنا كده نخش في امراض تانية. ما انا بقول لك يعني في ناس مثلا بتبقى مكسوفه ان هو يدخل الحمام بره البيت، فيفضل ماسك نفسه طول اليوم علشان ما يدخلش الحمام، فيؤدي لجفاف البراز، يجي يعمل حمام يتجرح فيحصل له شرخ. طب ده ممكن يحصل من مره واحده ولا من مرات متكرره؟ هو طبعا يعني اول مره هيحصل هيبقى شرخ حاد زي ما شرحنا قبل كده في انواع الشرخ، ولو ما تعالجش هيتحول لشرخ مزمن. فممكن من اول مره يبقى الموضوع بسيط ويتعالج ويخف لوحده حتى كمان يعني. طيب بس في الجانب النفسي برضو الناس اللي بتبقى مصابة بأمراض الشرج ده بيأثر على بقى علاقاتهم ومثلا حياتهم الاجتماعية والعلاقات الزوجية، يعني ده بيبقى ليه تأثير مباشر على الحياة طبعا. يعني في ناس مثلا عندها مشكله سلس البراز زي ما شرحنا قبل كده، ان سلس البراز ما بيتحكمش في الاخراج او ما بيتحكمش في خروج الغازات، فممكن يبقى محرج يقابل الناس، بيفضل قاعد في البيت ما بيخرجش. الناس اللي عندها نسور شرجي وفي افرازات بتنزل كتير، يقول انا بخاف يعني اروح المسجد علشان الافرازات اللي بتنزل مني دي. تمام. فطبعا الناس اللي عندها مشاكل في الشرج ممكن المشاكل بتاعه الشرج نفسها تأثر على نفسيتهم. الناس اللي بتعاني من ألم في الحمام يقول لك انا بخاف اكل علشان ما ادخلش الحمام. الناس اللي عندها مشكله السده البرازيه ان هو ما بيعرفش يعمل حمام بصوره طبيعيه او ما بيعرفش يفرغ بصوره كامله، برضه نفس الكلام، بيخاف ياكل او بيخاف يدخل الحمام اساسا. تمام. فالامراض الشرجيه بتاثر على الحاله النفسيه زي ما الحاله النفسيه بتاثر على الامراض الشرجيه. يعني حاسه ان احنا في دايره الاثنين بيأثروا في بعض طبعا، مربوطين ببعض بشكل كبير 100%. جدا. طيب نصايحك ايه ان الناس ما توصلش بيها الحاله النفسيه لامراض شرجيه؟ يعني
نلحق الموضوع ازاي؟ نعمل ايه؟ يعني لو هو مثلا عنده ستريس او مضغوط على طول، طبعا يخف الضغط على قد ما يقدر. هو طبعا كلنا مفيش حد بيقدر يعني يتحكم في موضوع الضغط النفسي او الاسترس اللي بيتعرض له، لكن على قد ما يقدر ان المشكله ما تطولش معاه او ما تاثرش معاه في عمليه الاخراج. الناس اللي بتعاني من اكتئاب لا طبعا يعالج المشكله علشان ما يدخلش في مشاكل اكبر. الناس اللي بتتكسف او بتتحرج، لا، في حاجات ما ينفعش نتكسف منها، في حاجات ما ينفعش فيها الإحراج. خطر على بالي سؤال دلوقتي، جالك قبل كده مريض في العيادة وهو تعبان بس هو كسف يكشف، يعني قرر انه مش هيكشف خلاص؟ كتير بجد؟ جدا. يعني بتتعامل ازاي مع الحالات دي؟ يعني هو طبعا بيجي في الغالب بتكون يعني ممكن يبقوا ستات او رجاله، بس في الغالب بتكون ستات. بتيجي العياده، ما انا مش يعني انا اجلت الكشف علشان محرجه ان انا اكشف، وطبعا بيكون معاها حق، يعني في واحده ست ومحرجه ان هي تكشف، لكن طبعا ده مش صح، دي حاله مرضيه. بتستقبلها ازاي؟ يعني بتسمعها ازاي؟ طبعا لازم ازاي نستمع للمريض. المريض ياخد وقته في الكشف، يحكي كل اللي عنده، يطمن للدكتور. تمام. بيجي لي كتير قوي العياده ناس يقولوا يا دكتور مجرد ان احنا بس شفنا فيديو من فيديوهاتك احنا اطمنا لحضرتك فعشان كده جينا لك. ده حقيقي. يعني دي كلمه بتتقال لي كتير جدا. احنا شفناك يا دكتور فاطمنا لحضرتك، طمنتنا من كلامك. تمام. فالكلام مهم جدا، الكلام مهم، يعني تقريبا 50% من الكشف هو كلام مع المريض. يعني 50% من الكشف داخل العياده هو كلام مع المريض. بكلمه وبفهم منه وبفهمه، بسمع منه اسئلته مخاوفه، اجاوب عليها علشان اوصله لحاله نفسيه كويسه. سواء كان بقى في قرار عمليه او قرار علاج، المريض لازم يبقى نفسيا مهيئ للقرار ده. بس طب يعني انا عايزه اهايلايت على النقطه دي يا دكتور. يعني يا جماعه احنا في ريليف كلينيك الدكتور بيسمع، يعني في جزء نفسي، يعني هاجي اشكي لك مشاكلي النفسيه الاول. حتى يعني التيم اللي شغال معايا في العياده بيشتكوا من الموضوع ده، يا دكتور انت بتطول في الكشف قوي. ما ده المريض حقه ان هو ياخد حقه طبعا. يعني المريض داخل العياده، في مريض ممكن يعني من كلمتين يطمن ويحس براحه نفسيه، ومريض تاني بيحتاج نص ساعه الا ربع لما بتقدر تقنعه بحاجه معينه او بتقدر توصل له حالته وتفهمها له كويس. يعني دي ميزه كبيره جدا والله عند حضرتك، انه في مرضى كتير اصلا بيتضايقوا ان الدكتور ما بيسمعش للاخر، ما بيسمعناش كفايه. لا الحمد لله أنا دي حاجه احنا حتى لو يعني لو هقعد مع المريض ساعه لازم المريض ياخد حقه تماما ويتكلم بكل اللي عنده وكل اسئلته. حتى المريض يعني في بعض المرضى مثلا هو قايم من الكشف يقول يا دكتور انا في اسئله مثلا كنت عايز اسالها لحضرتك ونسيت. اقول له عندك رقم العياده، اول ما تروح البيت وتفتكر اي سؤال ابعت لي رقم العياده وهم هيوصلوك بيا مباشره. يعني انا يعني حتى لو هو مش عامل معايا العمليه، لا انا هرد على اسئلتك كلها. الاسئله اللي بتجيلنا على الصفحه، الاسئله اللي بتجيلنا على السوشيال ميديا، كلها بتجيلي وانا براجعها وبرد عليها. طيب اسالك سؤال اخير في الجانب النفسي، انه انا لو حد عمل العمليه وتعالج جسديا اوكي، ولسه ستيل حالته النفسيه مش مستقره وبرضه اللايف ستايل بتاعه متوتر وقلقان ومضغوط وكده، هيبقى عرضه انه يرجع تاني لامراض الشرج؟ اكيد طبعا بسهوله. أكيد يعني أكيد ممكن يحصل له اي مشكله، ابسطها الشرخ الشرجي. يعني ده علاقه مباشره قويه جدا 100%. يعني حتى لو اتعالج، حتى لو اتعالج وخف وما ظبطش الحاجات اللي كانت مسببه المشكله، ممكن المشكله ترجع له بسهوله جدا جدا. بس طيب حلو جدا يا دكتور.